لو انت تالتة ثانوي، لو انت في ثانوية عامة، لازم تسمع الفيديو ده. هنتكلم النهاردة في 20 نصيحة. 20 نصيحة لو عملتهم انت ضمنت الثانوية، ضمنت تالتة ثانوي، ضمنت كليتك. اول نصيحة من نصايح الثانوية العامة انك ما تراكمش. لازم تخلص بسرعة كل اللي عليك. اخدت حاجة النهاردة، روح خلص. لو راكمت، التراكم بيجيب تراكم، هتوصل لنتيجة بشعة. هتحس ان انت خلاص انت على دماغك حاجات ياما جدا، في مواد ياما جدا. مادة زي الفيزياء ما ينفعش فيها مراكمة، مادة زي الأحياء والجيولوجيا ما ينفعش فيها، المواد العلمية عامة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن كانت بتتلم في الآخر هي الإيطالي أو الفرنساوي أو الألماني يعني. فأول نصيحة إنك ما تراكمش. المراكمة خطر، المراكمة أنت بتضحي بحياتك كلها بالمراكمة دي. يبقى أول حاجة في ال20 نصيحة إنك ما تراكمش نهائي مهما كان السبب. تاني نصيحة من نصايح الثانوية العامة إنك تستغل وقت المواصلات والوقت اللي بين المحاضرات أو بين الدروس عامة. الوقت ده أنا كنت بعمل فيه حاجات ياما جدا. كنت بنظم النوت بتاعتي، كان في نوت هحط لكم شكلها هنا. النوت دي كنت بكتب فيها دايما هعمل ايه، هروح ازاي. لما اروح مثلا في جزء ما كنتش مذاكراه كويس كنت بصوره وكنت بحطه في النوت دي وبقعد اقراه في المواصلات. كنت بقعد على الفيس، كنت بعمل اي حاجه. المهم ان انا استغل وقت المواصلات ده، مفضلش باصه للشباك بتاع العربيه وده يبقى اقصى استغلالي للوقت. لا، لازم يبقى عندي استغلال للوقت احسن من كده، بالذات الوقت الضايع في المواصلات. تالت نصيحة ولا أنا شايفاها أكتر حاجة بتضيع أي طالب في ثانوية عامة، واللي ضيعت ياما أوي من زمايلي: التليفون ده لازم يتحرق، لازم يتشال من ايدينا. لما بنروحوا بيتنا بعد الدروس او بعد ما نذاكر مثلا نقول ايه، طب هنريحوا بس ال5 ونمسكوا التليفون. ال5 بتجيب 10، بتجيب نص، بتجيب ساعة، بتجيب 2. اصل الحلقة من الحاجة الفلانية نزلت، لازم اشوف الحلقة. اصلا لو ما شفتش الحلقة الدنيا هتقف. لا خالص، الدنيا مش هتقف. انت هتخلص ثانوية عامة والتليفون هيبقى موجود برضو. لازم تبعت التليفون، لازم تدي والدك، والدتك، اختك، اخوك التليفون، يبقى امانته طول مرحلة الثانوية العامة. تاخده وانت نازل، تحاول تستخدم تليفون صغير مثلا طول ما انت في البيت لو في حاجة. انما لازم تبعد التليفون عنك تماما لان التليفون مصيبة. رابع نصيحة معانا وهي بلاش تبقى سلبي. بلاش ده انا ما ذاكرتش، ده انا هسقط، ده انا هعمل، ده انا يا عيني، ده انا لسه شايف المنهج دلوقتي. يا ابني ما انت بقالك 3 شهور في ثانوية عامة. لا انا لسه شايفه دلوقتي. اتفاجئ بالمنهج، اتفاجئت بالمنهج دلوقتي. بلاش، عشان ده بيأثر بالسلب. يعني الكلمة لما بتتقال بتتكتب. بلاش، خلينا دايما انا قريت ده ما قريتش ده. مش هقولك قول قدام زمايلك مثلا لو انت يعني الحسد مذكور وكل حاجة، بس بلاش تبقى سلبي. بلاش تدي نفسك وتدي اللي حواليك طاقة سلبية. ملاش لازمة يعني. اصل محدش هياخد رزق حد، انت بمجهودك هتوصل. يبقى بلاش فعلا تبقى نكد او سلبي عامة ليك ولزمايلك. خامس نصيحة مرتبطة شوية برابع نصيحة، ان انا قلت لك بلاش انت تبقى مصدر النكد او مصدر الطاقة السلبية. المرة دي هقولك بلاش تصاحب حد نكدي وسلبي وانا ما ذاكرتش والحياة سودة ومش عارفة افتح كتاب ومعيش اصلا سنون القلم. عارف الناس اللي بتقفلها بوشك دي خلاص اتقفلت. بلاش. انا عملت ايه؟ انا سبت نفسي مع ناس مؤذية ياما او ناس سلبية درجة كبيرة، لدرجة ان انا اخر شهرين بقى قلت لا انا هقف مع نفسي كده. وغيرت رقم تليفون، ما غيرتوش، كان معايا خط تاني استخدمته للدروس بس لحد ما عدي اخر شهرين في ثانوية عامة. ده من دلوقتي. لا انت بتضمن فرصة قدام ان انت الوقت مش هتضيعه مع زمايلك. فانت لو حاولت ان انت تبعد وقت اكتر وبدري، تلحق نفسك بدري ان انت تغير رقم تليفونك خالص وتخليك قاعد مع ناس. ما تديش رقمك لحد اولا، خليه بس للدروس، لجروبات الدروس، لمامتك، لباباك، بس لدايرتك. عشان حتى لما تروح بيتك تبقى مش شايل هم في مكالمة على الواتس هتتكلمها، مش شايل هم جروب هتلكوا، مش شايل هم ان في وقت هيضيع مع حد. انت مروح، انت الواتس ده محدش يعرفه غير الجروبات بتاعه المادة بس. ما تتذاكرش وتحط صورتك على الواتس يعني. الرقم ده رقم يعني مادة علمية. ما بلاش صورتك عشان هتتعرف انت كده كده ما عملتش حاجة. لما انت حطيت صورتك انت ضيعت اللي احنا عملناه. يبقى حاول تغير رقمك بجد، هيفيدك جدا وهتحس ان انت وقتك ما بيضيعش ووقتك موجود وتقدر تستفاد منه. اهم النصايح ان انت
كل الصبح اكل خفيف. ليه؟ انت دلوقتي صحيت من الصبح، ودي كانت غلطة انا وزمايلي كلنا بنعملها، اكلت بطاطس مقلية، اكلت حاجة مقلية زيوت. الدم بدل ما يجي يوصل للمخ ويعمل عملياته اللي المفروض يعملها، لا، هيروح لجهازك الهضمي، هيروح للمعدة، يهضم الزيوت ويهضم كمية الكربوهيدرات اللي موجودة دلوقتي. في كمية كالوري بالهبل كده طايرة، انت وقفت عقلك من اول نص ساعة. لا، لازم نقلل الاكل اللي فيه زيت، لازم يعني الصبح ناكل حاجة مفيدة لحد بس ما نروح نتغدى. ده اقل حاجه. يبقى الاكل الصحي ده مهم جدا 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 في الثانويه العامه، بالذات اول ما نصحى. بلاش ندبها على الصبح، لا، بالراحه. سادس نصيحه ومن اهم النصايح اللي حاسه ان هو الفيديو كله لازم يبقى عن النصيحه دي: شرب الميه. الميه لازم تشربها، لازم تشربها عشان انت بتذاكر وبتحرق مجهود. المية مفيدة دايما، المية مفيدة للكلى، مفيدة ليك صحيا. بتخلي حتى لما بتيجي يعني عمليات الاخراج ان كانت في عرق او في غيره بتبقى بصوره كويسه، لان في ميه موجوده في الجسم فالجسم هيستخدمها. الميه بتنظف الجسم عامه، الميه مفيده ليك ولتركيزك ولبشرتك ولبشرتك او لبشرتك عامه. الميه مفيده، احنا لازم نشربه على الاقل 2 لتر في اليوم. فالميه ما تتشالش من شنطتنا. الميه حتى لو هتشيلوها هتحسوا ان هي تقيله، ما تتشالش من الشنطه. زي الاكل بالظبط، زي ما قلنا الاكل من غير زيت، الميه برضو ما تتشالش من الشنطه. تامن نصيحة، النصيحة رقم 8 دي مهمة جدا واحنا بننساها في حياتنا: النم والغيبة وان احنا نجيب سيرة حد مش قاعد. طول ما احنا عندنا وقت في الدرس حاول ان انت تستغله في حاجة مفيدة. بلاش تشغل نفسك طول اليوم بكلام مش هيفيدك، كلام هيعطلك بعدين في الدرس بتاعك، كلام ملوش لازمة، كلام هناخد عليه ذنوب، كلام يعني هيخلي ربنا مش هيوفقك عامة. فخلي دايما انت قاعد هدفك وعندك النية. استحضر النية، النية مهمة جدا. النية انت هتؤجر عليها، ان انت قاعد جاي درسك، جاي تسمع المادة بتاعتك، جاي عشان والدك والدتك دافعين فلوس وتعبانين جدا عشان انت تقعد القعدة دي. فحاول انت تستغله صح يعني. بلاش نم، بلاش تجيب سيرة الغير، يعني مش اخلاق كويسة عامة. النصيحة رقم 9 و10 مرتبطين ببعض، المفروض كانوا يتحطوا رقم 1 و2. أول حاجة إنك تصلي لو انت مسلم. الصلاة ما فيهاش كلام يا جماعة. دلوقتي السناتر بقى فيها مسجد، الشوارع فيها مساجد بقى. ما لكمش حجة البنات يعني انتي بتشيلي يعني سكتشات وحاجات ما جاتش من اسدال، او ما جاتش ان انت هتنزلي من بيتك بلبس ينفع تصلي بيه ان انت تتاخري في صلاتك، الا بقى لو انت جوه المحاضره نفسها بقى وخلاص ليكي حجتك خلاص لازم تصلي. النصيحه كمان رقم 10: انك ترضي والدتك ووالدك بكل الطرق، تبقى بار بيهم، تبقى كويس معاهم، رضيهم. يعني رضا الوالدين ده حاجه مهمه جدا وهيوفقك. كفايه ان هم هيدعوا لك دعوه حلوه، هتحس ان انت حياتك متيسرة كده بطريقة غريبة. بجد الصلاة ورضا الوالدين من اهم الحاجات في الدنيا. كده اول 10 نصايح، كان اول 10 نصايح حياتية مش تمشي بيهم في الثانوية العامة. ال10 نصايح بقى اللي ليهم علاقة بالثانوية العامة بكلمة الثانوية العامة جايين دلوقتي. كملوا معايا الفيديو. النصيحة رقم 11 او النصيحة رقم 1 بقى الفعلية في نصايح الثانوية العامة كثانوية عامة: جدولك. تنظم جدولك، لازم تعمل جدول اسبوعي بس تمشيه صح. لو عايزين نعمله فيديو كامل ازاي تمشي يومك ال7 ايام صح يعني حاطين في الجدول نومك ودروسك ومذاكرتك وكمان مرقعتك. هنعمل فيديو كامل عن ده، مش هتأخر ان شاء الله فيه، وهعرفكم ازاي تمشوا ال7 ايام مسطرة. طبعا الجدول الشهري ده بايظ، ده فركش، ده ما نفكرش فيه. نمشي بالاسبوع، كل اسبوع عارفين مثلا عندنا شامل، عندنا حاجه، لازم الحاجه تمشي بالاسبوع قبلها. هعملكم ان شاء الله فيديو استنوه قريب جدا عن ازاي تعمل جدول اسبوعي وتمشي عليه زي المسطره. نصيحة رقم 12 او نصيحة رقم 2 في النصائح الفعلية: انك تمشي على نظام المستر بتاعك، ما تجودش. يعني المستر بتاعك قالك ذاكر كذا وراجع كذا، راجع اللي هو قاله بس،
بلاش لما يقولك حل من كذا تقوم انت لا معلش هو قال نقسم اول يوم كذا وتاني يوم لا انا عندي بقى تقسيمه احسن وهخلص بدري اكتر. قسم. المدرس بيبقى عارف. انا كليه تربيه جامعه اسكندريه وعندنا مواد تربويه بنبقى عارفين ازاي نتعاملوا، عارفين ازاي لازم نمشي، عارفين ازاي نقسم وقتنا مثلا. فلا انت ما تتصرفش من دماغك، انت امشي شبه المدرس ما بيقولك. المدرس قالك الف يبقى الف، قالك ب يبقى ب، الموضوع منتهي. امشي شبه المدرس ما يقولك بالظبط، ما تجاوبش. النصيحة رقم 13 انك تظبط نومك. لازم تظبط نومك كويس جدا، لازم تنام من 6 ل 8 ساعات. اقل من كده غلط واكتر من كده غلط. مفيش حد نينجا بيقعد 4 ساعات و3 ساعات وبيطبق بالايام، مفيش الكلام ده. واصلا لو عملت استوعابك هيبقى زيرو، ملهوش لازمة. ارهاق، هتأثر على بقية الايام، هتأثر على الجدول اللي انا قلت لكم هعملكم. الجدول ده هيبقى مفصل حرفيا وهيبقى جميل جدا ولامم من كل حاجة. لازم فعلا تبقى انسان منظم في يومك وفي جدولك وفي مذاكرتك وفي لعبك وفي كله عشان تلاقي نتيجة في الاخر. استاذ ايه يا استاذه؟ فين اللايك والكومنت الحلو؟ فين السبسكرايب اللي هيخليني اكمل؟ النصيحة بقى رقم 14 انك ما تحطش اكتر من مادة في يوم واحد. لو اضطرينا وحطينا اكتر من مادة في يوم واحد وهي حاجة مش صح، لان استيعابنا بيقل. بنبقوا اول ما بنصحى تركيزنا بيبقى كويس، بيقل. لازم نفصل تماما. لو هيبقى في مادة تانية يبقى في فاصل بينهم محترم عشان التركيز. لو اضطرينا بقى ان احنا نحط اكتر من مادة هنرجع للنصيحة رقم 3 وان احنا نستغل الوقت بين الدروس. نذاكر، نقعد نعمل حاجة لطيفة، نلعب، نهزر، نقعد على الفيس مثلا، نعمل اي حاجة بحيث الوقت ده ما يضيعش منتظرين الدرس التاني. لازم نستغل الوقت صح، ولازم نحاول ان احنا منحطش اكتر من مادة في يوم واحد. البريك، لازم ناخد بريك. لازم ناخد اول حاجة بريك في المادة نفسها. ناخد بريك، يعني مثلا نقسم المادة، ناخد ساعة ونريح ربع ساعة وناخد ساعة تانية، وبريك بين المادتين عشان نفصل، عشان نحس ان احنا مش مضغوطين. هعملكوا فيديو كامل ازاي تذاكر بدون ضغط. الفيديو ده جميل جدا وفيه كمية اساليب رهيبة، هتحس ان انت ريفرش كده وجديد كأن مفيش ضغط من كام شهر. البريك مهم. البريك من اهم اساليب ان انت تذاكر من غير ضغط. عايز تبقى تدي كويس قوي وتدي مجهود وطاقة كويس، ان انت تبقى اخد انت كمان طاقتك، ان انت تبقى قاعد واخد وقتك ولعبت وهزرت ورجعت ذاكرت تاني. يبقى البريك فعلا من اهم الحاجات اللي لازم نبقى في يومنا وفي اسبوعنا كمان، وهوريكم في الفيديو ان شاء الله. النصيحة رقم 16 وهي انك تذاكر الفجر وتذاكر بنظام مادتين قبل ومادة بعد. ازاي؟ اول حاجة، انت النهاردة رحت درسك، هتيجي من الدرس خلاص هتذاكر المادة بتاعتك وتدخل تنام، هتصحى الفجر. مثال ان انت وقتك يسمح لك ان انت تصحى الفجر. في ناس بيبقى عندها درس الساعة 8 فالفجر مش هيبقى مناسب ليهم. هنصحى هنعمل ايه؟ هنذاكر المادة اللي احنا هناخدها في الدرس ونذاكر كمان مادة. يبقى احنا كده في اليوم ذاكرنا 3 مواد، يبقى مادة بعد الدرس ومادتين قبل الدرس اللي وراه. فهمنا الفكرة؟ مادة مادتين. نصيحة رقم 17 وهي انك ما تاخدش اكتر من درس في المادة. بجد انت بتتعب نفسك وبتشتت نفسك وبتبقى يعني كل استاذ ليه طريقة. انت دلوقتي بتبقى في بين طريقتين مختلفتين، يعني طريقين مختلفين. لا المستر ده زي المستر ده، ولا ده طريقته زي ده، ولا ده نظامه زي ده. انت بتشتت نفسك حرفيا. كفاية مادة واحدة. زي مثلا اللي بيذاكر من كتابين مختلفين، طب ما انت تذاكر كتاب واحد، ذاكر من ده ولو في معلومة من اللي مش موجودة حطها على ده. ماشي، ما قلتش حاجة، انما ما تاخدش مع 2 اساتذة. خلي تركيزك مع واحد بس. يعني مثلا لو هتذاكر او هتاخد درس مع مستر تم، يعني مثلا لو انت هتاخد المادة من المدرس بتاعك وهتراجع عليها في اليوتيوب مع اي مدرس تاني، ساعتها اقولك انت ساعتها مش بتضيع وقت، ساعتها مجرد مراجعة سريعة، ريفيجن بس، مراجعة مش مذاكرة. بتفرق، لان انت لما تروح لده وتروح لده في نفس المادة، ده هيشرح وهيدي واجباته وده هيشرح وهيدي واجباته، وهتضطر تحضر مع الاتنين. واحنا قايلين في النصيحة رقم 14 ان احنا ما نحطش اكتر من مادة، يعني اكتر من مادة في اليوم. انت لو اخدت في لو قلنا مثلا اخدت في 3 مواد منهم مع 2 مدرسين، انت بوظت يومك وبوظت جدولك. هتنام امتى وهتذاكر امتى وهتعيش حياتك امتى؟ موضوع صعب جدا. اوعى تاخد مع 2 مدرسين في مادة واحدة.
النصيحة رقم 18: سجل المحاضرة. استأذن من المدرس بتاعك وسجل المحاضرة. ليه؟ المدرسين بيقولوا كمية ملاحظات رهيبة وبيجيبوا منها في امتحاناتهم وبتيجي منها يعني في الامتحانات بتاعت آخر السنة. انت لو قعدت تكتب كل الملاحظات مش هتلحق تركز مع المستر أصلا. فانت هتعمل ايه؟ انت هتسجل الدرس بتاعك. انا كل شويه عايزه اقول المحاضره. هتسجل الدرس بتاعك وهتروح بيتك تسمع بقى التسجيل ده بالراحة وتكتب ملاحظاتك بخط كويس. ساعتها انت هتضمن ان انت تبقى اخدت الملاحظات كلها وبرضه ركزت في حصتك. تسجيل المحاضرة من اهم حاجة، ولكن ابقى استأذن الاستاذ بتاعك لان في اساتذة للأسف بترفض. النصيحة رقم 19 وقبل الأخيرة هي إنك وقت المحاضرة بتاعتك أو وقت الدرس بتاعك ما تقعدش مع زمايلك كل 4 دقايق هيتكلموا، هيفتحوا موضوع جديد، هينموا، وده قلناه في أول 10 نصايح. هتبتدوا ان انتوا تفقدوا تركيزكم كلكم سوا. هتبتدي ان انت تمام اتكلموا وانت ترجع تاني تركز مع المستر، هيبقى هو شرح حاجة مترتب عليها حاجة تانية، انت بقى ساعتها مش هتبقى فاهم. فبلاش تقعد مع زمايلك بتحبهم وبيحبوك والدنيا لذيذة جدا، عادي اقعد في حتة تانية وانتوا مروحين امشوا سوا. الدنيا ما خربتش، انت خايف على مستقبلك وهو خايف على مستقبله. ما فيهاش حاجة بقى لو كل واحد قاعد لوحده لحد ما نخلص الدرس بتاعنا ونروحوا سوا ونبقوا سوا وقاعدين ودنيتنا كويسة جدا. بس طول انا في وقت الدرس بتاعي ما اقعدش مع صحابي نهائي. حاول اصلا تعمل مجموعتك في مجموعة غير زمايلك عشان تبقى مركز اكتر. ما جيت احضر الفيديو ده واكتب السكريبت بتاعه او احضر عامه الافكار او النصايح، اتفرجت على الفيديوهات طبعا ياما عشان اجيب لكم الخلاصه. بس قلت ايه دول 20 نصيحه. ال20 نصيحه خلصوا ما شاء الله بسرعه. اهم نصيحه في ال20: خليك راضي تماما عن اي حاجه هتحصل. انا من الناس اللي ما كنتش عايزه ادخل كليتي خالص دي، ولا جاي في بالي، مش حاجه مش عايزه ادخل، ما كانش في بالي. ولا كنت عايزه ادخل طب بقى وصيدله، لا انا كنت عايزه ادخل يا تمريض يا ألسن. كنت بحدد مع اني كنت علمي علوم بقى، المفروض بقى كنت ابص لطب، لا انا كان حلم حياتي ان انا ادخل تمريض، ما تحققش. ودلوقتي بقيت في مكانة انا فرحانه بيها ومبسوطه بيها جدا. كليتي انا بحبها جدا. خليك راضي. لما تكون راضي وطول السنة راضي وطول السنة بتقول يا رب أنا راضي بأي كلية هتيجي، أنا راضي، بس أنا عايز نتيجة تعبي، أنا عايز نتيجة، ولا يا رب بس أنا عايز نتيجة الفلوس اللي اتدفعت، أنا عايز نتيجة تعبي، أنا عايز نتيجة سهري، أنا عايز نتيجة اجتهادي. كل دي نواتج أنا عايز. صدقني الرضا ده حاجة جميلة، ولما انت ترضى ربنا هيكرمك. أنا عمري ما اتضايق يعني. اول يوم بس شفت في التنسيق ان انا جالي كليتي نهارت عياط. بعد كده انا فرحانه ان انا دخلت كليتي. انا حاسه ان انا لو ما كنتش دخلت الكليه دي ما كنتش حاسه الحاجات ياما، ما كنتش عرفت الناس اللي انا عرفتها دلوقتي، ما كنتش بصور لكم الفيديو ده دلوقتي، ما كانش هيبقى عندي الحق اصلا ان انا اصور الفيديو دلوقتي. ليه؟ لان انا كليه تربيه جامعه اسكندريه. بندرس ماده مثلا ادب اطفال، ماده معلم، مواد تربوي بتأهلني ان انا اكلمك الكلام ده دلوقتي. فانا مبسوطه بمكاني، كنت راضيه وما زلت راضيه الحمد لله. ربنا يجعل دايما الرضا ده صفه من صفاتكم. على سبيل الرضا عايزه اوريكم حاجه كده تذكار، مرضتش اتخلص منها من ثانويه عامه وجا الوقت يعني يمكن ربنا خليني اسيبها ساعتها عشان اوريها لكم. دي المقلمه اللي انا كنت حاطه فيها حاجات البيت. طبعا انا دول مجهزاهم عشان انا بعمل لكم فيديو ازاي تذاكر صح، بعمل لكم فيه شويه تريكات جميله جدا هتنفعكم يعني ان شاء الله. الفيديو هينزل قريب. كنت كاتبه ايه؟ كنت كاتبه هنا هانت كلها ايام، وكاتبه هنا عشان بابا واللقب. انا كنت عايزه يبقى اخصائي تمريض. الاتنين كانوا احلامي، وعلى فكره لما بقيت مدرسه بقيت فرحانه اكتر. هنا كنت كاتبه عشان كليتك واهلك ونفسك. هنا كتبت ايه بقى؟ هنا كتبت تعبتي معلش بكره ترتاحي. هنا كتبت ما تشمتيش حد فينا. وهنا كتبت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين.
بس كده يا جماعة، انا كده خلصت ال20 نصيحة. الفيديو كنت مفكراه هياخد مني مجهود اكتر من كده، الحمد لله هو طول مننا سيكا، بس يعني ان شاء الله هحاول في المونتاج ان انا اقلله باي طريقة. ربنا معاكم، ربنا يقويكم، ربنا يخلصكم من السنة دي على خير. سنة عادية زي ايه سنة، صدقوني الضغط النفسي ان احنا بنبقوا حاسين بس ان احنا علينا مسؤولية اكبر من سننا، منهج تقيل عن سننا وعن استيعابنا. انتوا قدها، انتوا قدها. ان شاء الله تفرحوني. اكتبوا كومنت تحت وتعالوا بعد سنة شوفوا انتوا بقيتوا فين او دخلتوا كلية ايه. انا عملت الموضوع ده وكنت فرحانة بيه قوي كده، حسيت اللي هو ايه ده، عدى سنة بجد. ده انا في نفس السنة كنت بروح دروس ثانوية عامة ورحت دلوقتي الكلية. ربنا ينجحكم ويصبر قلوبكم على الكام شهر اللي باقيين. وانا مش هسيبكم والله، هنزلكم فيديوهات هتفيدكم جدا. ما تنسوش بقى تتابعوا القناة، لأ انا هنزل لكم كام فيديو من سلسلة الثانوية العامة تحفة. انا الكلام ده كنت محتاجة حد يقولهولي وانا قدكم، فانا جيت دلوقتي بقى اللي هو ايه بقول لكم ايه، انا جيت اقول كل اللي انتم محتاجين تسمعوه، جيت الخص لكم فيديوهات ياما. حرفيا انا قعدت عشان احضر الفيديو ده، بس ده لسه في فيديو تاني هصوره لكم بالمرة. قعدت احضر فيه ياما جدا واسمع فيديوهات ياما قوي، اجيب الخلاصة، تجربتي وتجربة المدرسين والدكاترة. حاولت ان انا حتى افهم ليه ما ينفعش ان انا اكل زيت، يعني حاجة فيها زيت على الصبح. فهمت ان لا، الدم بدل ما يوصل للمخ هيوصل لا، انا ذاكرت عشان اعرف اعمل لكم الفيديو ده. فاعملوا لي لايك وسبسكرايب. يلا باي باي.